السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في مطبخ شهد. النهاردة حبايبي طبعا هنعمل مع بعض كفتة الدجاج او كفتة الفراخ زي ما بتسموها، وكل واحد على حسب ما بيقول في بلده. ما شاء الله تبارك الله. شايفين معايا صدر فرخة عمل معايا قد ايه؟ كمية وفيرة جدا جدا، وكمان اتفضل منها ما سوتهوش. خدت التسوية اللي على قد اللي انا عايزاها. ما شاء الله. شايفين لونها ولمعتها جميلة جدا جدا، وهنقول في الفيديو كل الاسرار اللي هتخليها معاكي لونها حلو كده، ولونها جميل وبيلمع، ولونها احمر. طبعا ما تنسونيش باللايك فضلا وليس امرا، بحبكم في الله. يا رب ديمكم نعمة في حياتي. كل سنة وانتم طيبين وبخير وصحة وسعادة يا رب العالمين. طبعا وصفات رمضان. كل يوم طبعا عايزين على فطار رمضان كده وصفة حلوة وجميلة تفتح نفسنا وتفتح نفس اولادنا، علشان طبعا بنكون صايمين طول اليوم، وبرضو اخر اليوم عايزين حاجة حلوة كده وحاجة جميلة على سفرة رمضان. زي ما بتاكلوا بقى على السفرة على الطبلية، كل واحد على حسب البيئة والمكان اللي هو عايش فيه. اللهم بارك. شايفين ما شاء الله الكفتة عاملة معايا ازاي؟ مفرغة من جوه وحلوة وطرية كده وهشه ما شاء الله. وكمان هي لسه طبعا سخنه اهيت، مطلعه البخار يا دوبك كده عرفت امسكها، وما شاء الله طريه وحلوه جدا جدا. يلا بينا ندخل الفيديو ونشوف احنا عملنا الكفته دي ازاي، وهقول لك على الاسرار اللي تخليها معاكي ما تقعش كده من على الستيك اللي بتسيخ عليه، وشكلها اللون الاحمر الحلو الجميل اللي فيها ده، وتديكي كميه وفيره. هقول لك ازاي تعمليها، وخطواتنا سهله وبسيطه، ونقول احنا هنعمل ايه، ونقول مكوناتنا مع بعض. معايا كده حبايبي بصلايه كبيره، يعني بصلايه وسط. تمام، معايا بصلايه وسط وما تكونش كبيره. وطبعا يفضل كمان في وصفه الكفته ديت تكون بصلايه حمراء مش بصلايه بيضه، لان البصلايه الحمراء هتاخدي برضو منها لون احمر وحلو. ومعايا كده قرن فلفل احمر. بصراحه انا كان عندي نص واحد بس في التلاجة فريش، وجبت عليه كمان نص واحد كده من الفريزر مفرزاه. مش هيقول لنا لا، احنا كده كده محتاجين التفل في حاجه، ومحتاجين المية اللي هتنزل في حاجة تانية. فما فيش اي مشكلة خالص، وعادي جدا ان احنا ناخد من الفريزر نعمل بيه. ومعايا كده دي صدر فرخة في مقطعاه كده، غسلاه طبعا ونقعاه ومظبطاه ومقطعاه بالشكل اللي انت شايفينه ده. عايزة تقطعيه ارفع من كده مفيش اي مشكلة خالص. وثلاث معالق من البقسماط، وثلاث معالق من الدهن مبشور، انا بشرهم بالمبشره علشان هم كانوا في الفريزر. ومعايا كده معلقه من الشطه الحمراء، الشطه اللي هي المصحونه اللي هي بتبقى حراقه دي، ومعلقه فلفل، ومعلقه كزبره، ومعلقه جوز الطيب، ومعلقه من البهارات السبعه، ورشه من جوز الطيب لو انت حابه تضيفيها. تمام كده، دي كل البهارات والتوابل اللي انا هحطها للكفته. حابه انت تزودي حاجه مفيش مشكله، حابه تقللي حاجه مفيش مشكله. الكفته مش بتحتاج بهارات كتير. تمام كده. معايا بقى الكبه بتاعتي، وكل واحد طبعا على حسب الامكانيات اللي هي عنده، بس ما ينفعش انك تعملي في الخلاط. تمام، يعني الوصفه ديت لازم كبه. هنبدأ كده ننزل بالخضار اللي معانا اللي هو البصل والفلفل. هنقطع كده نص القرن اللي هو الفريش وانزل بالتاني. احنا كده كده مش محتاجين المية دلوقتي، احنا هنحتاج المية بس في الخطوة اللي هي جاية بعد كده. هبدأ بقى ان افرم البصل والثوم مع بعض، وناخدهم كده ونشوف احنا هنعمل فيهم ايه. كده خلاص حبايبي، بعد ما فرمت كده البصل والفلفل زي ما انتوا شايفين كده، طبعا انا فرمته ناعم علشان ينزل كل المية اللي هي فيه. هنبدأ بقى هنا ان احنا ناخد كده البولة، وطبعا المصفى اللي معايا ديت، وهنصفي بقى الخليط ده كويس جدا جدا. ما احناش عايزين فيه اي سوائل، احنا عايزينه ناشف. ليه بقى؟ اول خطوه معايا، وده سر من اسرار الكفته وسر نجاح الكفته معاكي، واي كفته تعمليها مش كفته الدجاج بس، ان انتي الكفته ما يكونش فيها اي سوائل خالص، وتكون قطع الدجاج ناشفه، وما يكونش فيها، تكون مصفيه كويس من الميه. وكمان برضو الخليط اللي احنا بنعمله اللي هو البصل والفلفل يكون برضو ناشف، وما يكونش فيه اي ميه. ده طبعا من اسرار النجاح. مهما تكوني انتي هتحطي بقسماط او دهن، برضو احنا مش عايزين فيها اي سوائل.
ما شاء الله شايفين المية بقى اللي نزلت، طبعا لونها حلو ولونها جميل من البصل والفلفل، واكتريا طبعا من الفلفل. هنصفي طبعا كل حاجة كده، وهنركن بقى المية البصل دي على جنب لحين استخدامها. وهنجيب بقى الخليط ده ونبدأ ان احنا بقى نفرم الكفتة، ونشوف احنا هنكمل خطواتنا ازاي مع بعض. جبت الكبة بتاعتي كده، وبدأت ان اخد جزء كده من الفراخ، وطبعا ايه نص كمية الفلفل والبصل، وهبدأ ان افرمهم. انا مش عايزاهم ناعم قوي ولا خشن قوي، اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده. طبعا ده فرم مظبوط، وكمان لونه مظبوط وحلو جدا. جبت البولة كده وهبدأ ان افضي فيها، وطبعا كل واحد على حسب الكبة عنده. انا طبعا الكبة برضو مش كبيرة صغيرة، بس اللهم بارك يعني الحمد لله نفعاني وقضياني. هبدأ اخد كمان جزء كده من الفراخ، واضيف عليه باقي كمية الفلفل والبصل اللي معانا، وافرمه برضو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يا دوبك كده فرمتين بيكون معايا بالشكل الحلو الجميل اللي انتوا شايفينه ده. كده فاضل بقى جزء معايا من الفراخ، هبدأ انزل بيه، وانزل عليه كده بمعلقتين كده من الدهن. وطبعا لو مش حابه تضيف الدهن في الكبه مفيش اي مشكله، وكمان بصراحه هو مسك الكبه معايا فمفيش اي مشكله. احنا كده كده بشرينه بالمبشره، مش شرط ومش لازم انك تحطيه في الكبه زي ما انا حطيته. ومعايا كده عودين من البقدونس، هنزل كده بحاجه بسيطه لان انا مش عايزاها تكون خضره. احنا عايزينها بس ايه، البقدونس طبعا ليه فوائد وليه ريحه مميزه كده. احنا عايزين حاجة بسيطة بس تخلي الكفتة معانا ليها ريحة مميزة، وناخد الفايدة بتاعته. طبعا زي ما انتم شايفين الكبة بتاعتي كانت مسكت معايا كده، طبعا من الشغل ومن السخونية يعني، وكمان الدهن برضو خلاها تمسك كده في الخلاط. فانا هركنها كده على جنب لغاية ما ربنا ايه يسهل كده وترتاح شوية ونفكها عادي جدا. وطبعا انا هنا هاخد كل اللي فيها، مش هسيب فيها اي حاجة، وهي مش هتغلبني يعني انا اللي هغلبها. تمام كده. خلاص اخدت كل حاجة، هبدأ بقى ان انزل بباقي المكونات اللي معانا والتوابل. طبعا هنا الخليط نصه كده فيه اخضر ونصه فيه احمر. احنا هنعجن ده كله مع بعضه وهنخليه حلو وجميل. نزلت بقى بالبهارات اللي انا حطيتها وبالبقسماط، وهنزل كمان بالملح لان طبعا ما كنتش حطيت الملح. وهنبدأ بقى ان احنا ايه نعمل ايه، هنعجن بقى الكفتة عجن كويس جدا 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 لغاية ما الخيوط كده تتجانس، وتحسي ان فيها ايه انسجه كده وخيوط مع بعضها. طبعا بعد ما هعجنها كويس جدا هريحها في التلاجة نص ساعه. لو الوقت معاكي امكن يعني يكون افضل انك تريحيها. وطبعا لو يعني لو ما فيش وقت ما فيش مشكله اشتغلي على طول. بس انا صراحه ريحتها نص ساعه لغايه ما نظفت مطبخي حواليا وظبطت الدنيا وكان معايا الوقت، ورجعت تاني ابدا اشتغل فيها. بتديكي نتيجه حلوه جدا جدا وجميله جدا ما شاء الله. كل بقى الكفتة دخلت في بعضها، اللونين دخلوا في بعض، وزي ما انتم شايفين لونها حلو ولونها جميل، مش محتاج كلام. طبعا اللي وصل معايا لغاية هنا ما ينسانيش باللايك حبايبي فضلا وليس أمرا. وطبعا في كل خطوة نبدأها نسمي ونصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شايفين الكفتة وجمالها ما شاء الله، يعني ريحتها بصراحة والله كانت قلب المطبخ. بدأت هنا بعد نص ساعة، جيت بقى علشان أصبع الكفتة. جبت كده الصينية وحطيت فيها حلقات من البصل وحلقات من الطماطم، وكان معايا معلقة من الدهن، وبدأت إني ارشهم كده في الصينيه. بتخلي الكفته طريه ومش ناشفه. ولو مش متوفره تاني مفيش اي مشكله، يعني غير اللي انت حطيتيه على الكفته مفيش اي مشكله، هي مش بتنشف بقى طالما انت حطيتي دهن عليها، ومش هتنشف. فايده الدهن ان بتخلي الكفته طريه ومش ناشفه. فايده الدهن بتخلي الكفته طريه ومش ناشفه. ده طبعا دول سرين ان ما تاخديش سوائل علشان الكفته تكون معاكي متماسكه وما تنزلش من على اللي بتسيخي عليه. مفيش زي ما انت شايفه بالشكل ده كده. طيب انا ما عنديش اعواد الشيش طاووق اللي بسيخ عليها دي، مفيش مشكله. انا شخصيا بحب اسيخ على الشوكه او المعلقه، وبتكون حلوه وبتكون جميله. وهبدا دلوقتي اكمل على الشوكه. ما عندكيش مثلا مش حابه تعملي على الشوكه، تعملي على المسن اللي هو بيكون في شنطه السكاكين. مع السكاكين المسن ده بيخلي الكفته برضو مفرغه من جوه قوي، وبتكون حلوه وبتكون جميله. يعني اتصرفي من بيتك ومن جوه بيتك، مش شرط يكون عندك الاعواد دي. تمام كده.
طبعا الميه بقى اللي انا عملت بيها حطيت عليها معلقه من الشطه، او عايزه تستبدليها بابريكا مفيش مشكله، ومعلقتين من الزيت، وبدات ان ادهن بيهم بالشكل ده كده. ولو حابه تضيفي عليهم كاتشب مفيش اي مشكله، بيبقى برضو بيخلي الكفته حمراء وحلوه وطريه وجميله. بقيه الخليط بقى اللي اتفضل معايا في نص التسويه كده هدهن بيه الفراخ علشان تبقى لونها حلو وتكون طريه وجميله. طبعا الخليط ده احنا مش هنرميه، احنا هنستخدمه بس بعد نص تسويه. وطبعا لازم يكون الفرن ساخن جدا جدا جدا، ويكون حرارته كويسه علشان تطلع معاكي الكفته كده بالشكل الحلو الجميل اللي انت شايفاه ده، تكون كفته طريه وتكون لونها حلو احمر وجميل. الخضار اللي تحت ده طبعا حابه تاكليه مفيش مشكله، حابه تستغني عنه برضو مفيش مشكله. المهم انك عملت الكفته ولونها حلو ولونها جميل. وكمان والله فضل معايا 5 صوابع من الخليط، انا صبعتهم وحطيتهم في طبق فويل وحطيته في الفريزر اكمل عليه مره تانية. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله الوصفه والطريقه تكون عجبتكم وتكون سهله ومبسطه عليكم. كل سنه وانتم طيبين وبخير وصحه وسعاده يا رب العالمين. وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات جاية كتير. أسيبكم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.